كلها السعر 120. اي بيجامه فيهم ب 120. اول حاجه اهي بيجامه ميدو دي اهي، اللون النبيتي ده حلو اهي ب 120 البيجامه اهي، والبنطلون معاه. طبعا احنا لسه يعني انا جبت كده كل واحد بيجامتين مؤقتا، بحيث ان انا لسه معرفش هطلع الشتوي واشوف ايه اللي صغر عليهم وايه اللي ما صغرش. لو كده نكمل عليه تاني يعني عشان نشوف ايه اللي صغر عليه. اهو ده ب 120، ده البنطلون وده الجاكيت بتاع البيجامه، ده بتاع ميدو. وواحد تاني برضو جبته لميدو اهو برضو، ده بنفس السعر برضو ب 120 اهو. اللون الاصفر دوت في زيتي حلو برضو، ده عاجبني قوي، اللون بتاعه فاتح حلو الصراحه اهو. والبنطلون بتاعهم ده كده بنطلون، ده هم بيجامتين لميدو الواحد ب 120. برضو جبنا اللولو 2 برضو، قلنا ايه عشان لو ايه لو طلع عندها حاجات على قدها مش طلع حاجات اصغر نجيب لها تاني اهو. وده برضو بنفس السعر اهو، ما عندهاش الالوان دي. وده البنطلون عليه. البيجامه التانية دي البيجامه التانية برضو بتاعت لولو اهي. وحاجات مش تقيله قوي برضو، عشان خاطر انا ما بحبش الحاجات التقيله قوي المبطنه جامد، ليها وقت معين يعني. دي ممكن البسها تحتها حاجات، هي التانية تقيله شويه لكن دي مش تقيله قوي. دي ممكن البسها تحتها حاجات يعني ايه عشان خاطر تنفع في وقت معين زي كده يعني. هو دلوقتي الجو مش ساقع قوي، دي تنفع تلبسها. لو لكن التانية تقيله قوي يعني، التانية ما تنفعش دلوقتي ايه. وبتوع ميدو تقال ما ينفعوش دلوقتي قوي اهو. هبدا بقى اطلع معاكم الشتوي واشيل الصيف. يلا نبدا بقى، يلا يومنا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بقى يا حبايبي، اللي ما طلعش الشتوي يبدا يطلع بقى الشتوي. زي ما انتم شايفين بقى كده. اول حاجه الجواكت اللي انا هطلعها، وانا بوريكم بقى الطقم ده اللي لولو ماسكه فيه مش عايزه تطلعه مهما صغر عليها، فانا قلت لها خلاص يا لولو هشيلهولك بقى ايه ذكرى. هطلع بقى الجواكت عشان ارتبها، عشان انا كنت حاطه كل 2 جاكيت على بعض مع بعض في شماعه يعني. ونرتب الاول الرف ده عشان خاطر عندنا لولو وميدو كل شويه يطلعوهم عايزين ايه يلبسوا الجواكت. فانا قلت لهم ما ينفعش يا جماعه الشتوي يعني مش اول ما ندخل ايه بالجواكت. فقلت بقى ايه الاول اطلعهم ارتبهم كده عشان لسه شويه على ما نلبس جواكت. وزي ما انتم شايفين بقى كمان الفساتين دوم احنا كنا معلقينهم بس برضو مش هنلبسهم يعني، خلاص بقى ايه هنشيلهم بقى. فعشان كده انا قلت ايه اطلع بقى الرف ده كله افضي منه وايه وارتب الجواكت الاول اهو. هبدا بقى احط جاكيت في كل شماعه عشان خاطر ايه عشان احنا بقى عشان هنلبسهم وكده، فمش كل ما نطلع جاكيتين مع بعض كده، فلا هنحط كل واحد على شماعه اهو زي ما انتم شايفين اهي. ولولو قالت لي يا ماما انا هقف معاكي اساعدك وكده، قلت لها خلاص ماشي يا لولو اقفي معايا. حتى هي بترتب معايا بصراحه وطلعت معايا البيجامات يعني بقيت كل بيجامه اقول لها طب طلعي لي البنطلون مع البيجامه، بقت تطلع لي. وبقت تطلع لي كل بيجامه كل جاكيت لوحده اهو، عشان ايه في اتنين على بعض محطوطين على بعض على الشماعات زي ما انتم شايفين. الجاكيت الصغنن ده ايه بقى عيناه لي انا بقى عيناه ذكرى برضو عاجبني قوي بتاع لولو جميل قوي حتى هو بصوا من ورا في فيونكه كده عاجبني شكله قوي، فعينته بقى ايه ذكرى. انا الحاجه اللي بتعجبني بحب اشيلها ذكرى للاولاد. وزي ما انتم شايفين بقى كده احنا يعتبر خلصنا بقى خلاص بقى مكان الجواكت بقى كده. هنبدأ بقى طبعا زي ما انتم شايفين تحت هنا برضو احنا عاينين بقى شتوي كمان، وعاينين في شنطة كبيرة كده هوريها لكم دلوقتي برضو. للأسف الشتوي بالذات بياخد ايه بياخد مكان كتير يعني اهي. وده كان تعام برضو قلت اعلقه برضو على شماعة كده واعلقه احطه جنب اخواته اهو. هبدأ بقى كمان اطلع بقى حتى لولو بقى فرحانه بقى. الاطفال بالذات بيبقوا فرحانين بالموسم الجديد يعني، هم من بدري عماله يلا يا ماما طلعي لي الشتوي طلعي لي الشتوي، مع ان كان الجو لسه حر بس عايزه تطلع الشتوي. ليه بقى بيبقوا فرحانين ان لبس جديد وموسم جديد يعني. زي ما انتم شايفين بقى كده هبدا بقى اطبق الاول، ابدا بالبيجامات الجديده هي بتاعت لولو، وهحط كل بيجامه فيها البنطلون بتاعها عشان ايه ما اقعدش كل ما اجي اطلع بيجامه ادور على البنطلون بتاعها اهو. زي ما انتم شايفين بقى كده كل بيجامه اهي هحط بنطلون في قلبه اهو. ده هم كده البيجامتين الجداد. هبدا بقى كمان اطبق ايه القدام. انا ما جبتش الا 2 بس طبعا زي ما انا قلت لكم عشان خاطر ايه هشوف القديم اللي عندهم وايه واشوفه صغير ولا كبير وكده ايه
وعلى اساسها اجيب تاني اهي. زي ما انتم شايفين بقى الشنطه دي بقى كمان كنت عيناها تحت السرير، بس طلعتها بقى كمان عشان نطلع ايه الشتوي وكمان نرصه بالمره. زي ما انتم شايفين بقى كده هنبدا بقى نشوف البيجامات كده، وهوريكم بقى لولو كمان واقفه بقى كمان هتساعدني هتطلع لي بقى البناطيل على البيجامه عشان خاطر ايه يعني هي قالت لي ماما ساعدك اهو. عين بقى اطبق كل بيجامه برضو في قلبها البنطلون بتاعها كده. ويلا يا جماعه بقى لو وصلتوا لغايه هنا ما تنسوش بقى تعملوا لنا لايك عشان خاطر اللايك اللي بيطلع الفيديو لبره. لايك بقى شويه عشان خاطر انتم مقصرين معايا في متوسط المشاهده يعني ايه مقصرين معايا في اللايكات برضو. انا زعلانه منكم بقى. يلا حفزونا بقى كده عشان تشجعونا ونصور معاكم يلا او زي ما انتم شايفين. والمشكله بقى ان انا رحت جبت بيجامه روز ناسيه خالص ان لانا تقريبا معظم البيجامات عندها لونها روز، يعني دي روز واللي قبليها كانت فوشيا، يعني كلها مايله على الروزات اهي. بس قلت يلا مش مشكله بقى، انا عندي اصلا لولو كده كده بتحبوا عامه البنات بيحبوا اللون الفوشيا واللون الروز اهي. هبدا بقى ايه اطبق البيجامات بقى كلها برضو ايه. وعندي بقى دي كمان بتاعت لولو كنت جايباها قبل كده بس دي كنت جايباها في اخر الشتاء كنت جايباها كان عامل الاوكازيون وكده. مش عارفه كانت الواحده واقفه، يعني هي كانت المفروض في الايام العاديه اغلى من 100. جبتها ب100 دي. ده 3 حتت يعني اسمها ايه دي لكلوك مع بنطلون مع من فوق تيشيرت وجميله وخامتها حلوه. بس كانوا نازلين بقى في الاوكازيون كانوا عاملين عرض حلو. وزي ما انتم شايفين بقى خلصنا الشتوي بتاع لولو. بعد ما خلصنا الشتوي بقى شلنا بقى الصيفي. دي الشنطه دي اللي احنا كنا حاطين فيها الشتوي طلعنا منها الشتوي وفرشناه حطيناه في الدولاب. هنبدا بقى نعين فيها كمان الصيفي. وزي ما انتم شايفين هبدا بقى برضو رف ميدو كده اطبقه اهو زي ما انتم شايفين كده. طبقت برضو البيجامتين الجداد وطبقت القدام والتيشيرتات وكده اهو. والناحيه التانية حطيت بقى البوكسرات والفانلات طبعا زي ما انتم شايفين هو الدولاب جرار وكده. والرف اللي تحت ده بقى حطيت برضو الهدوم الخروج والتيشيرتات الخروج والبناطيل الجينز حطيت بقى بتوع لولو مع بتوع ميدو. وادي بقى الرف كمان بتاع الجواكت اهو رصناه حلو. وطبقنا شويه صيفي من تحت كده برضو عشان الشنطه مش هتاخد ده وهتاخد ده. وبكده بقى نبقى خلصنا اوضه الاطفال. بس طبعا بقى طلع منها شويه هدوم بقى دي قلنا الهدوم دي هنطلعها بقى ايه نشوف اللي تنفع عليه نديها له عشان خاطر ايه كده الدولاب مش نافع يتحط فيه حاجه تاني. ونديها لحد يستفيد بيها. والشنطه زي ما انتم شايفين كده حطها في جنب عشان انا هبدا برضه اغسل الصيفي كده الموجود عندي في ثبت الغسيل واشيله هو كمان. وبعد بقى ما خلصنا اوضه الاطفال طبعا بس انا مرضتش اطول عليكم يا دوب هو بقى طبقنا الغسيل مع بعض. هنبدأ بقى معاكم. انا عندي شوية سبانخ وكده هعمل جنبهم رز. بس انا قلت بقى ايه انا ليا مزاج بقى للبطوط الرفنعة دي محدش بيشجعني قوي ياكلها بس لقيتهم بياكلوا منها. يعني اول مرة انا كنت كل ما اعملها محدش بيرضى ياكلها بصراحة. بس المرة دي حتى انا مرضتش اكتر قلت هعمل على قدي بس لقيتهم كلوا منها. قلت بقى ان شاء الله المرة الجاية اكتر. اي زي ما انتوا شايفين انا بوريكم السبانخ بقى. بس ايه المانع يعني ان تبقى فاضله سبانخ من غير لحمه وناكلها عادي. كلنا السبانخ باللحمه امبارح فضل منها شويه قلنا بقى نعمل جنبها شويه رز. هعمل بقى كمان الرز واحده بواحده عشان انا ليا مزاج اكل بقى البطاطس اللي هي ايه الصغننه المتحمره دي وبتبقى حلوه قوي جنب الرز واحده واحده. وطبعا زي ما انتم عارفين هو الطبيخ انا بعمله رز بشعريه. بس مفيش مانع ان احنا نعمل جنب رز واحده واحده بدل احنا لينا مزاج نعمل اللي هي البطاطس الرفنعه دي. فعشان كده هعمل جنبه ايه رز واحده واحده. انا بقى حطيت حبه حلوين كده بحط الرز يعني تقريبا احط حوالي نصه او اقل من نصه حاجه بسيطه عشان يبقى كتير. يعني كل ما الرز واحده واحده يبقى متحمر الرز منه نصه مثلا بيبقى حلو. وصلنا بقى للون الذهبي كده ورحت نازله عليها ايه نازله بالرز بقى عليه اهو زي ما انتم شايفين. وابدا برضو بمعيار الميه هي يعني انا عملت 3 كوبايات احط 3 كوبايات رز سوري 3 كوبايات ميه. ده زي الرز بالشعريه برضو بيتعاير بالميه. اي نوع رز بنعاير ايه قد الرز. وزي ما انتم شايفين بقى هننزل بقى بشويه ملح وخلاص بقى ايه نسيبه لغايه ما قرب ما الميه تشرب ونروح موطيين عليه. رحت جايه بقى طبعا والاكل على البوتاجاز قلت بقى ايه اعمل لهم بقى ايه صنف حلو النهارده بدل ايه هناكلهم سبانخ بايته. قلت اعمل لهم بقى ايه نعمل لهم بقى حلو النهارده. هنعمل معاكم ايه بقى النهارده هنعمل كيكه بالشوكولاته. جربوها بالطريقه دي وبالمقادير دي
هتطلع مظبوطه 100%. اول حاجه بقى عندي ايه، انا حطيت مع كوبايه ونص سكر وقصادها كوبايه ونص لبن. طب انتي بتحطي لبن ليه؟ لا انا بتحطي ميه ليه؟ لا انا ما بحطش ميه، انا عندي لبن بودره، فعشان كده انا بعملها بلبن البودره عادي، بتبقى شغاله وحلوه قوي عادي بلبن البودره. في حاجات بينفع فيها اللبن البودره اهو زي ما انتم شايفين كده، انا بوريكم اهي، ده اللبن البودره. انا حطيت كوبايه ونص ميه، هحط قصاده اللبن البودره، هحط حوالي معلقتين مليانين كده صغيرين لبن بودره. مفيش لبن بودره نحط بقى ايه، نحط لبن عادي. وهنحط قصاده بقى ايه، يبقى انا حطيت كوبايه ونص سكر وكوبايه ونص لبن، يكون ميه زي سوري اللبن زي السكر، وهحط كوبايه زيت مليانه اهو. وهحط بقى الكاكاو بقى، ده حسب، عشان الكاكاو ده انا بجيبه بصراحه سايب فملهوش ايه معيار مظبوط. يعني انا حطيت معاكم دلوقتي كوبايه الا ربع، ورجعت حطيت بقى معلقتين مليانين كده من اللي هو برضو المعلقه الصغيره دي، يعني حطيت حوالي كوبايه كاكاو بس. بصوا بقى، اهم حاجه في الكاكاو نوصل للقوام التقيل دوت. فاحنا بقى حسب ما احنا زي ما قلت لكم بقى، عشان هو كاكاو خام فانا ما اقدرش احدد لكم الكميه المعينه. وزي ما انتم شايفين بقى، بعد ما ضربته مع بعض رحت جايبه كوبايه كده حطها في الفريزر، بحطه في الفريزر عشان يفضل جامد، عشان ده ايه ازين بيه الوش. وبعد كده عندنا بقى ايه، جبت بقى بيضتين بيضتين كده، حطيتهم فضيتهم في زي ما انتم شايفين الكوبايه المعياريه دي، ومعلقه خل كده، وانزل بقى بالبيكنج بقى سوري بالفانيليا عشان خاطر ايه زفرت البيض، واقلب بقى كده مع بعض. وطبعا الخل ده بقى ايه محسن للكيكه. هضربهم بقى كل ده، هضرب بقى ده كله مع بعض في الخلاط، وابدا بقى اجيب عندكم بقى كده، دي عباره عن ايه كوبايتين دقيق. يبقى احنا قلنا ايه بقى معيار الكيكه دي عشان يبقى مظبوط، قلت لكم كوبايه ونص سكر قصاده كوبايه ونص لبن وكوبايه زيت. والكاكاو طبعا انا حطيت كوبايه عشان خاطر انا بجيبه سايب، طبعا كل كاكاو عشان خاطر سايب بيبقى ليه ايه، في كاكاو تقيل وفي كاكاو خفيف، وعليه كوبايتين دقيق. هحط بقى كوبايتين دقيق كده، وانزل بالواحد بيكنج باودر، في برضو كيك شيف عادي بس انا عندي البيكنج باودر فعملت بيه وطلعت جميله والله. وبعد كده بقى شعره ملح كده، وابدا اقلب النواشف دي كلها في بعض، واروح بقى ايه اللي انا ضربته الخليط اللي فضل لما حطيت عليه البيضتين وعليه الخل، معلقه الخل وحطيت الكيس الفانيليا، كل ده بقى ضربته مع بعض في الخلاط. وجبت بقى المضرب العادي اللي هو انا بحب اعملها بالمضرب ده، انا عندي مضرب الكهرباء لسه جايباه، بس قلت هضرب بده يعني اضربها حلو كده، واقلب الدقيق في قلبه عشان ما يبقاش فيها دقيق. وزي ما انتم شايفين بقى هجيب صينيه كده، واروح جايه بقى ايه، دي صينيه مقاس 26، واروح جايبه بقى ايه شويه دقيق كده من تحت، حطها في بعد ما حطيت شويه زيت، افرق الزيت كده في الصينيه، واروح جايبه شويه الدقيق برضه افرقهم كده في الصينيه عشان ما تلزقش معانا. وهبدا بقى افضي بقى الكيكه معانا اهو زي ما انتم شايفين. وبعد كده اكون مولعه طبعا الفرن على درجه حراره 200، يعني انا بعملها على درجه حراره 200 اهو. هبدا بقى احط الكيكه معاكم كمان في الفرن، بس تكون طبعا الفرن سخن، وهبدا بقى اخبطها كده شويه اطلع منها الهواء. وبعد كده بقى زي ما انتم شايفين كده، الكيكه بعد ما طلعت بقى من الفرن، اهم حاجه ان احنا برضو لو معانا خله، ادي انا ما عنديش خله بصراحه، بالسكينه كده واحط ايه، واحط السكينه فيها كده. لو ما طلعتش بعجين يبقى كده خلاص الكيكه استوت، ونقفل بقى الفرن بتاعنا. هبدا بقى طبعا الكوبايه زي ما انتم شايفين، مش انا قلت لكم حطها في الفريزر، شايفين بقى من حواليها كده اللون الفريزر كده اللي هو يعني عامله زي بخار كده. هبدا بقى احط بقى انزل بالكيكه سوري بالشوكولاته بتاعتنا بقى الخام الجميله دي بقى اللي احنا عاملينها من كاكاو اهي. هنبدا بقى نفردها معاكم على الكيكه بالشوكولاته. طبعا مش هنحط انا بقى ازينها بصراحه بالكريم شانتيه، فعشان كده بقى ايه مش هزينها دلوقتي، هستنى بقى كده لما تبرد عشان خاطر الكريم شانتيه ما يسيحش مع الكيكه وكده وما ينفعش. فاحنا قلنا بقى ايه، ده الكلام ده كان قبل الغدا، قلت بقى ايه نتغدى الاول على ما تكون بردت، ونبدا ايه بقى نعمل معاكم الكريم شانتيه. وبكده بقى زي ما انتم شايفين فردنا بقى الوش كله، هسيبها على جنب زي ما قلت لكم تبرد بقى. هبدا بقى معاكم اعمل الكريم شانتيه. انا كنت جايبه من ارزونا بقى اللي هو في العتبه، كنت جايبه منه ربع كريم شانتيه. فانا طبعا انا مش هحشيها اللي على الوش بس، يعني مش هحشيها، انا هحط بس زي تزيين كده من على الوش، فخدت حوالي نص الكميه او اقل من نص الكميه. انا لما سالته بقى هناك في ارزونا بصراحه الحاجه بتاعتهم نظيفه. وعندي بقى المضرب اهو الكهرباء اللي انا بقول لكم اللي انا لسه شارياه، يعني شارياه من محل البلاستيكات، كنت شارياه بكام، ب100 جنيه.
كان نازل عليه عرض وكده من محل البلاستيكات. فانا بقى طبعا زي ما قلت لكم انا جبت بقى الكريم شانتيه ده، جبته من ارزونه من العتبه، كنت جايبه ربع كيلو. فقال لي بقى ايه، ما سالت هناك على الكميه، قال لي حطي كوبايتين لبن. فانا عملت بقى حوالي نص الكميه، فجبت كوبايه لبن كده على جنب، حطيت منها وخليت شويه بس، عشان انا حطيت برضو اقل من نص الكميه، ما حطيتش الكميه كلها. وهي زي ما انتم شايفين بقى ضربناها وبقت جميله كده. حتى لولو بقى واقفه منتظره الكيكه بالشوكولاته، عشان ما بيحبوا كيكه بالشوكولاته اكتر من العاديه، ما بيحبوش العاديه قوي اهي. وعايزه بقى تعمل يا ماما انا عايزه ازين. فوقفنا بقى ايه، طبعا انا ماليش قوي يعني، اول مره اجرب ازين يعني، فايه بقى هنتعلم معاكم. هبدا بقى زي ما انتم شايفين عملنا كده زي وردات صغننه كده. وعندي برضو عملت من الجناب كده زي برضو يعني عملنا اشكال وخلاص يعني. انا ماليش في التزيين او بتاع التورتات، واول مره اعملها، فعشان كده ايه هنتعلم المره دي. ايوه زي ما انتم شايفين بقى شكلها عامل زي الكيكه، عملنا زي جاتوه يعني، يعتبر عملنا جاتوه بالشوكولاته. اتفضلوا بقى معانا. وهسيب لكم المقادير بتاعه الكيكه بالشوكولاته في صندوق الوصف، ولو جربتوها بالطريقه دي هتعجبكم ان شاء الله. وبكده بقى خلصنا الكيكه بالشوكولاته. بس طبعا احنا يعني الغدا ده احنا اتغديناه، بس انا خليته في الاخر يعني، حطيته المقطع بتاعه في الاخر، بس احنا اتغدينا قبل ما نخلص الكيكه بالشوكولاته. اهو زي ما انتم شايفين بقى الرز واحده بواحده وجماله بجنب البطاطس وشويه السبانخ بقى اللي كانوا عندنا سبانخ، وعملنا سلطه، وهي البطاطس اللي احنا محمرينها. وزي ما انتم شايفين بقى كده ومخلل بقى، وكله بقى دي اكله جميله قوي انا بحبها بقى بصراحه. يعني انا بحب البطاطس اللي هي الصغننه دي، بس لقيت بقى كله كل منها يعني بالهنا والشفا، فقلت بعد كده اكتر. انا كنت عامله حبه صغننين عشان مفيش حد بياكلها الا انا. وبكده بقى نبقى وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسوناش بقى باللايك وبسبسكرايب او الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مننا. والسلام عليكم.